اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده هنكمل اللي بدأناه الحلقه اللي فاتت، هنتكلم عن الفصل الثاني الكلايمكس، هنتكلم عن حاجات كتير جدا في الحلقه. في الفصل الثاني من الفيلم هنشوف فريدي وهو بيتغير من اول مشهد في الفصل الثاني بالظبط، وهو بيغير من شكله، بيغير من طريقه لبسه، بيغير من ستايل شعره، بيحاول يقرب اكتر واكتر للبطل اللي هي كايناز. لحد اللحظه دي احنا ما عندناش بوينت اوف اتاك واضحه، يعني مفيش لحظه كده نقدر نقول فيها مش هنقدر نرجع بالاحداث لورا تاني. لسه كل ده البطل ما تورطش في حاجه حقيقيه. اول 10 مشاهد من الفصل الثاني اللي هو من المشهد مثلا 31 لحد المشهد 40 بنشوف البطل بيقرب من البطله، بيحصل بينهم لقاءات بشكل اكبر، مشاعره بتزيد بشكل واضح، هي بتتجاوب معاه بشكل صريح، مشاعرهم باينه جدا للاثنين. بيبتدي يعرفها على حياته، بيعرفها على السلحفه بتاعته اللي هي اهم حد في حياته، بيعرفها على عمته، بيكلم عمته عنها، بيبتدي يحكي لعمته ان هو هيتجوزها، فخلاص بيبني في خياله احلام ورديه كبيره جدا. لحد ما بنيجي لمشهد فاصل في الاحداث، هي بتطلب منه يقابلها بالليل، بيروح لها بيلاقي وشها معمول جزامه حرفيا، جوزها مكسر وشها ومبهدلها، يعني اتورم من كل اتجاه. فهو هنا خلاص ما بقاش عارف يعمل ايه. الموضوع عنده وصل لمرحله ان هو مش هينفع يشوف حبيبته بيحصل فيها زي ما حصل لامه. يعني ده الربط برضه اللي السيناريو بيتبناه، ان البطل هنا مش مجرد عشيق او محب عايز يبقى مع حبيبته بس، لا الموضوع مش كده بس، لا هو عنده مشكله اوريدي. اصلا هو شاف امه اللي هو كان مرتبط بيها جدا بتتقتل قدامه وما قدرش يعمل لها حاجه لانه كان طفل، فهو مش عايز يعيش التجربه دي تاني لما كبر مع حبيبته، ويبتدي ياخد منحنى تاني ويبتدي يفكر مع حبيبته ان هو ازاي يخلص من جوزها. وبيقول لها بشكل صريح ان انا هخلصك منه وده الحل الوحيد اللي قدامنا. هي بتبقى خايفه في البدايه لكن هو بيطمنها، بيقول لها انا هتصرف وهعمل كل حاجه، وفعلا بيبتدي ياخد الخطوات ان هو يراقبه، يشوف بيعمل ايه، يجهز مسدس، بيعمل كذا بيعمل كذا، لحد ما بتيجي اللحظه اللي بيقتل فيها جوز كايناز. دي اللحظه اللي بنقول عليها البوينت اوف اتاك. خلاص هو كده مش هيرجع لورا، هو اتورط 100% في الجريمه، فما عندوش بديل غير انه خلاص يكمل اللي بدأها. اول ما بيرتكب الجريمه بيبتدي بنشوف اثناء ارتكاب الجريمه ان كان في شحات نايم على الارض، هو كان رايح يقتل الراجل بالمسدس، فجاه اعصابه بتشد وبيتوتر فبيدوسوا بالعربيه، وده ما كانش مخطط ليه خالص، لكن ده اللي بيحصل. وبيبتدي يروح قريه ريفيه، دي بيت هناك في مكان متطرف، بيطلب من الراجل انه ينظف له عربيته، يقول له ان انا خبطت كلب وانا جاي وبتاع عشان برضه ايه الراجل ما يشكش فيه. بيبتدي في اللحظه دي يتخيل حياته وهو بيتجوز، لحظه جوازه من كايناز، بيبتدي يشوف بيتهم مع بعض، حياتهم، احلامه بتزيد بشكل مش طبيعي، ومستني اللحظه اللي هيرجع لها فيها عشان يبقوا سوا. بيحاول يكلمها اكتر من مره لكن هي ما بتردش، فيبتدي يقلق عليها، فبيضطر يرجع عشان يشوف. بيروح لها البيت، مجرد ما بيخبط بيفتح له شخص غريب، يحصل له حاله من الصدمه كده ويستنى فيه ايه. فجاه بيلاقي كايناز داخله خارجه من جوه ماسكه في ايد الشاب اللي واقف، ويبتدي هو مش فاهم ايه اللي بيحصل خالص، لكن هو في حاله ذهول. فبيبتدي يقول لها انا بكلمك انت مش بتردي، فهي بتقول له انا مش عايز ارد عليك اصلا، انت ايه اللي جابك، امشي. يبتدي يحس ان في حاجه غلط، ايه الوش ده، اول مره اتكلم معاه بالطريقه دي، اول مره اشوفها بشخصيه قويه عنيفه مش منكسره زي اللي كان متعود يشوفها. فالولد اللي معاه بيبتدي يحتد عليه، بيعرف ان الولد ده هو البارتندر اللي كان موجود في بلو نايت، المطعم اللي هو بيروحه. وبنفهم انه من اللحظه دي كده بنفتكر اللحظه اللي صور فيها فريدي وهو قاعد مستني البنت اللي ما جاتلوش. فبيبتدي فريدي يحصل له حاله من الجنون، ازاي ده، انت استخدمتيني، انت عملتي، انت سويتي. فبيحصل مواجهه شديده جدا، الولد بيضربه وهي بتكمل عليه، تروح تقول له انا اصلا كنت ببقى قرفانه وانت بتلمسني وببقى معاك. يا بنت الكلب يا رب، كلام قاسي جدا وصعب جدا، دمره نفسيا، ما كانش عارف يعمل ايه، راح بيته منهار، وقع على الارض في حاله ضياع، قتل واتضحك عليه. والاسوأ من ان هو قتل، هو اتضحك عليه، يعني هو خسر كل حاجه، هو ممكن يتسجن، في نفس الوقت خسر البنت اللي هو بيحبها، والموضوع كان صعب عليه جدا. فضل فتره بعيد، خد جنب، خلاص ما بيقرب لهاش، لحد ما عمته كلمته وسالته سؤال قد يكون هو ده المفتاح الثاني للاحداث. هي ما تعرفش اللي حصل وبتتكلم بشكل عام، هو بيقول لها ان احنا انفصلنا
فصلنا وخلاص مش هينفع نكمل مع بعض. فبتقول له ليه؟ ما تقنعها، طب حاول، طب اكلمها انا. طب هو مش قادر يقول لها حاجه طبعا. فهي سالته سؤال بسيط جدا، قالت له انت مش هتعمل اي رد فعل؟ هتسيبها تروح كده؟ السؤال ده اول ما بيسمعه بيبتدي يبكي بحراره. فده معناه ان هنا الجمله دي لمست جدا 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 مع ماضيه اللي كان بيعاني منه مع ابوه وامه. هنا الشخصيه تاني مره هتبتدي تاخد اكشن، هتبتدي تاخد فعل. هو اول فعل خدوه ان هو اتجرأ خلاص وخلص من الراجل، فده اول فعل حقيقي هو ياخده في الفيلم. ما كانش بياخد قرارات، هو طول الوقت رد فعل جبان منطوي. هنا بيبتدي ياخد شويه زمام الامور. النقطه الثانيه او التحول الثاني، بيروح لها المطعم بيبتدي يحاول يصعب عليها، فما بتجيش معاها سكه. فبيقول لها ببساطه خلاص احنا مش هنكمل، طيب انا مستني منك حاجه بسيطه، تعتذري لي. الولد اللي معاها بيديله قلم بيطوحه، فبيهنوه بشكل اصعب. هنا الموضوع بقى شخصي لابعد الحدود. الشخصيه المنطويه المكسوره الجبانه الخجوله بتبتدي تتحول ويطلع أسوأ ما فيه، ازاي هياخد بانتقامه منهم. وهنا ده الجزء اللي بيتصارع في اشتداد الأحداث عشان نوصل للذروة. احنا كل ده لسه ما وصلناش للذروة، كل ده احنا هات وخد في الصراع اللي ما بين البطل والبطل. دلوقتي احنا في نص الفصل الثاني، ومن هنا فريدي بيبتدي يخطط ازاي هينتقم منهم بأبشع طريقة. بيراقبهم، بيستنى لما بيخرجوا، بيجيب حد يفتح له باب شقتهم وبيدخل جوه، يغير بقى ايه في المسحوق بتاعها. التفاصيل اللي اتقالت في مشهد في بداية الفيلم عن الحساسية اللي بتعاني منها والكلام ده كله بيبتدي يستخدمها ضدها. بيبتدي يعمل نسخة من المفتاح، بيبتدي يشوف الفيديوهات اللي بينهم، الصور اللي بينهم، بيورطهم في اكتر من حاجة. بتيجي بتستخدم المساحيق وبياكلوا، بيبقى حاطط لهم مخدر في الاكل وبيناموا. بيجي لهم بالليل وهم نايمين بيبتدي يضرب فيهم، بيهنهم، وبيبتدي ياخد موبايلها ويبعت مسج لنفسه وما بنشوفش ايه المسج ده. ان هي بعدها بتصحى عندها حساسيه شديده جدا تكاد تكون هتقتلها. الولد اللي معاها بياخدها بيوديها المستشفى، بيكتشفوا ان فرامل العربيه مفكوكه وهوب كان هيعملوا حادثه ويموت. فهو كده بدأ يلعب معاهم بشكل غير معلن. هم شايفين ان دي حاجه صدفه حصلت ومش فاهمين لها تفسير. تاني يوم بيروحوا المطعم، بيلاقوا ان المطعم بيتشمع وان في واحد راح اشتكى ان في سحليه جوه الاكل. بتساله بعد ما بدات تربط الاحداث هل ده الراجل اللي جه، وبتوريه صوره فريدي، بيقول لها تقريبا هو ده. فبتفهم اللي حصل وابتدوا يروحوا له وهم مشحونين جدا عشان يتخانقوا معاه. هو بيبقى شايف او مستنيهم ان هم جايين، وبيبقى فاتح الباب وواقف عمال يحرك في فكه، مستني ان هو هيتضرب بشكل كبير. بيدخلوا دي ضرب يمين وشمال. فهي بتقول له انت عملت كذا وانا هوريك وانا هعمل فيك. هو البوليس بيجي، هم بيتفاجئوا مش عارفين يعملوا ايه. فبتقرر ان هي تفتح للبوليس اللي جه وتقول له الحقيقه ان فريدي هو اللي قتل جوزها وتعترف له بكل حاجه. يا بنت الكلب يا واطيه يا زباله. فالظابط دخل فبيقول لها ايه اللي انتوا عملتوه ده ممكن يعمل يسجنكوا بتاع. فقالت له الراجل ده اللي قتل جوزي عمل كذا عمل كذا، وحكيت له الموضوع كله وكل اللي عمله فيه. فالراجل ما صدقهاش طبعا، قال لها ببساطه طيب فين الدليل. فبداوا يطلعوا الموبايلات عشان يوروا له الصور اللي كانوا واخدينها لفريدي وهو بيراقب جوزها والمحادثات اللي بينهم والكلام ده كله. ما بيلاقوش حاجه خالص. هنا هم فضلوا فتره بيتجنبوه، لكن بداوا ياخدوا برضو اتجاه الهجوم. احنا مش هينفع نسيبه، احنا لازم نخلص منه هو. فالاثنين بقوا بيتصارعوا مع بعض. بنبتدي ندخل على الجزء الاخير من الفصل الثاني واللي هيكون فيه الحبكه النهائيه، الحاجه اللي هتوصلنا لنهايه او الكلايمكس او نهايه الصراع والحل. ايه اللي هيحصل؟ فالولد بيروح يحط له رصاصه على الباب وبياخد السلحفه بتاعته وبيها. فبتكلمه وبتستفزه بشكل قوي جدا وبتقول له ان احنا عملنا السلحفه بتاعتك شوربه. لولا البنى اللي في بداية الأحداث أو ترابط الشخصية بتاعتنا مع السلحفة بتاعته، ما كانش المشاهد يحس فيها بالحزن وبالضياع على السلحفة دي هتبقى منطقية ومبررة ولا هتأثر في حد أصلا. هنا هو بيحصل له نوع من الانهيار وعمال يجري في البيت بيدور على السلحفة بكل الطرق لحد ما اكتشف فعلا من الكاميرات اللي هو حاططها إن السلحفة اتاخدت. هنا الموضوع خد معاه سكة تانية خالص، حتة كده جون ويك. بيبتدي يقرر إنه هيخلص منهم بشكل نهائي وهيعذبهم عذاب
عذاب شديد. وده بيبقى نهايه الفصل الثاني. تعالوا نتكلم بقى عن الفصل الثاني بشكل موسع شويه. الفصل الثاني ده بيبقى فيه اكتر الصراعات واكتر المشاكل اللي بيواجهها البطل وبيحاول يلاقي لها حلول. طبعا ما بيلاقيش حلول في الفصل ده، والحل بيبقى في نهايه الفيلم. لكن خلونا كده نفتكر الشخصيه بتاعتنا عدت على ايه في الفصل الثاني. الفصل الثاني قرب بشكل كبير في بدايته، في اول ربع الفصل ده بيقرب من البطله، بيحصل ما بينهم قصه حب واضحه، بيبتدي يعترف لها بحبه وهي كذلك بتعبر له عن حبها، بيتحط في موقف دفاع عنها بشكل واضح، فبيخطط لقتل جوزها. اول بوينت اوف اتاك عندنا في الدقيقه 45 تقريبا، وما بعد ذلك بيحصل اول التواءه في الحدث معانا، انه بيكتشف انه اتخدع او تم استخدامه عشان كايناز تتخلص من جوزها وتكسب المطعم وتبقى مع الولد اللي بتحبه ومشياه بمزاجها وخلاص وهتركن. بيبتدي ينهار ومش عارف يعمل ايه لحد ما بيحاول انه يقرب منها ويقنعها بحبه ليها. فلما بيلاقيش نتيجه بيطلب منها حاجه بسيطه جدا وهي الاعتذار، على الاقل انه يبقى حافظ على شكله قدام نفسه. يعني حتى دي هي ما عملتهاش، هي رفضت الاعتذار، ورفضها للاعتذار ده هيوصله لعنده مجابهه بشكل صريح جدا. الاثنين دلوقتي بقوا في احتدام مين هيكسر شوكه التاني، مين هينتصر على التاني ويكسر ارادته. بنوصل في ذروه الاحداث في الخناقه اللي بينهم، بيبتدي يأذيهم بطريقه خفيه شويه، بيدخل البيت بيغير في جيبه الحاجات اللي بتستخدمها عشان يأذيها في الحساسيه بتاعتها، بيعمل لهم الفرامل عشان يعملوا حوادث. هنا صراع بينج بونج، تعالى هات وروح هات وروح ما بين الاثنين، لحد ما بيحصل في اخر الفصل ده الحدث اللي هيخليه يقرر انه يقتلهم بشكل صريح، ان هم بيقتلوا السلحفه بتاعته اللي هي يعتبر رفيق عمره وصاحبه الوحيد. على مدار الفصل الثاني بنشوف شخصيه فريدي بتتحول بالتدريج واحده واحده لحد ما وصل انه قتل، وبعدين بيخرج من الدايره المغلقه بتاعته انه بيخاف يواجه، وبدا تصارع بشكل واضح مع الاثنين اللي اذوه واستغلوه. هنا الشخصيه بتنمو بالتدريج. كنا شايفينه في اول الفيلم خجول بس وما بيتكسف وعايش في احلامه، لا، بدات الاحلام بدايه من الصدمه تختفي، بدا يظهر مكانها الواقعيه، بدا يشوف ان هو عنده جانب تاني من شخصيته. كل ده تصاعد ممتاز جدا 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 في بناء الشخصيه ومعمول بشكل تدريجي رائع. لحد هنا الفصل الثاني بينتهي والحلقه كمان بتنتهي معاه. مستني دعمكم، دي الحاجه اللي بتخليني ابقى عايز اكمل. كان معاكم نادر سيف الدين، استنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله.